تعرف ان بابا نويل الشخصية اللي العالم كله منبهر بيها اصلا شخصية خيالية؟ مجرد رسمة كاريكاتير واحد كده قام راسمها. طب ما تيجي كده نعرف مين سانتا كلوز او بابا نويل زي ما بيقولوا عليه. الراجل صاحب اللحية البيضاء واللبس الاحمر واللي بيوزع على الاطفال هدايا احتفالا ببداية سنة ميلادية جديدة. اسطورة سانتا كلوز دي يا سيدي بترجع من مئات السنين لشخصية حقيقية، وهو راهب واسمه نيكولاس. اتولد في مقاطعة انطاليا وكان من عيلة غنية جدا، بس باباه ومامته اتوفوا وهو عنده 8 سنين، وعاش في ملجأ ايتام. وطبعا بعد ما كبر ورث الثروة بتاعتهم كلها، لكنه اتنازل عن كل ثروته وساب كل حاجة وراه وسافر للريف، وده علشان يساعد الفقراء والمحتاجين وينقذهم من العيشة اللي بيعيشوها. وكانت من أهم القصص اللي اتعرفت عنه هو إنقاذه ل3 إخوات بنات، ودول كانوا بيبيعوا في السوق علشان كانوا محتاجين الفلوس. ده غير اللي عمله لما عرف إن واحد من فقراء البلدة بتاعتهم عايز يجوز بنته، لكنه ما كانش معاه فلوس يجوزها. راح سانتا كلوز وحط شنطة كبيرة مليانة فلوس للراجل ده من غير ما يعرف، وكرر الموضوع ده في بنته التانية. وطبعا الراجل ده كان عايز يعرف مين اللي بيعمل كده، وفعلا عرف واتعرف بعدها على نيكولاس، لكنه طلب منه انه ما يقولش لاي حد. وبعد الموضوع ده البلد كلها بقت عارفة مين اللي بيديهم فلوس وهدايا من غير ما يعرفوا. ومع تكرار قصص وحكايات نيكولاس مع الاطفال لدرجة انهم لقبوه حامي الاطفال، بقوا يحتفلوا بالعيد بتاعه مع ذكرى ميلاده وهو يوم 6 ديسمبر. وبقى نيكولاس من الناس الاكثر شعبية في اوروبا وخصوصا هولندا، واصلا اسم نيكولاس بالهولندي يعني سنتر كلاس. ومع الوقت وعلشان الاسم يكون سهل يعني على الناس، بعد الشعبية الكبيرة اللي حققها نيكولاس بقى اسمه سانتا كلوز، وهما كلمتين قريبين قوي من اسمه باللغة الهولندية. سانتا كلوز عاش في القرن الثالث والرابع الميلادي، وكان معروف عنه ان هو بيقوم بالليل بعد ما الناس تنام ويوزع هدايا على الفقراء، ومن غير ما اي حد يعرف مين اللي بيعمل كده. ويمكن علشان كده الصور اللي بنشوفها على طول لسانتا وشه دايما متداري في دقنه الكبيره البيضه. اما بالنسبه للهيئه اللي بيظهر بيها سانتا كلوز او بابا نويل زي ما بيتقال عليه دلوقتي، واللي فيها سانتا بيبقى لابس لبس احمر وبدقن بيضه، فده كله من خيال رسام الكاريكاتير توماس، واللي رسم الرسمه دي لمجله من المجلات الامريكيه، واستخدمت الصوره دي لحمله اعلانيه لشركه من شركات المشروبات الغازيه. يعني سانتا الحقيقي ما كانش بالشكل ده خالص. وانتشرت الصوره اللي رسمها توماس سنه 1881. الصوره دي بقت من اشهر الصور لسانتا في امريكا، وبقوا بيستخدموها في كتب العيد ميلاد. الاسطوره بقى بتقول ان سانتا كلوز كان عايش مع مراته كلوزا في بيت في القطب الشمالي، والاطفال بيكتبوا له رسائل وبيبقوا مستنيين منه الهدايا اللي بيجيبها لهم في عيد الميلاد. ومش بس كده، دول كمان كانوا بيسيبوا له لبن وجزر للحيوانات اللي بتسوق عربيته المشهوره. والاهالي استغلوا موضوع سانتا ده وعملوا قائمه لاطفالهم علشان يحددوا فيها اعمالهم الحلوه والوحشه علشان يوروها لسانتا، ومنها برضه علشان يقدروا يقيموا سلوك اطفالهم. وبالرغم من الاعمال الحلوه الكتير اللي قدمها سانتا للاطفال ومساعدته للفقراء والمحتاجين، الا ان نهايته كانت مأساويه بعد ما اتصاب بالحمى وتوفى سنه 346 ميلاديه. ويفضل سانتا كلوز واحد من الاساطير الواقعيه لراجل طيب ونقي بيحبوه الاطفال والكبار، وبيساعد المحتاجين وبيعطف على كل الناس على الرغم من مرور 1500 سنة على وفاته. قولوا لنا انتوا بقى في الكومنتات محتاجين ايه من سانتا كلوز في السنة الجديدة؟